داخل الجنه. انت 1000 اورو عطيها للجامع داخل الجنه، والله ما كتوصل 1000 اورو. راه كاين بعض الكذابين هنا في المغرب تيجيو من اوروبا مع الاسف وكيسعاو المساجد وكياخذوا النسبه والبورسونتاج. هادو مافيا المساجد وكنعرف الاسماء ديالهم، ومقرر بانني غنفضحهم وغنفضحهم على الصفحه ديالي الحمد لله في اللايف مباشره، علما انني الحمد لله بدات في فضحهم في هولندا وسافضحهم كذلك في المانيا وفي المناطق التي يذهبون اليها. الان الجنه عطيتي 1000 اورو وصلوا للناس 1000 اورو لا تياخذوا البورسونتاج. البورسونتاج دابا 10%، دابا الفضيحه والجريمه الكبرى وصل ل 25%. 25%. كنت مؤخرا في كوستا برافا الاسبوع اللي فات وحدثتهم من واحد الشخص جا تما التخصص ديالو كيجيبو غير باش يجمع، كيعرف يبكي كيعرف يبكي كيعرف يبكي تيمثل، هذا تيمثل تيعرف يبكي. والانسان دابا تيتباكى وما تيقدرش يبكي، هذا تيعرف يبكي مسلكه بكى. تيحكي لي الاخ وحدثته منهم قال لي شوف الاخ جزاك الله خير، لكن انا هو المسؤول بهذا الجامع بيدي عطيته، جمع لينا عطيناه النسبه ديك الساعه جمع لهم 40000 خدا 4000 بمعنى 10%. قال لي ما عطيته 4000 قال له ايوا الطريق وباش غنتعشى. قلت له ديك الساعه خلص عليك انت الاوتو بيستا ووصلوا وكلوا نعم وندغلوا الماكله وشربتها له حتى هي شاد واللحيه قداش والماء يدير لك الدرس بالجلابه، الجلابه ديال احنا ما كنخصناش الناس ماشي شغل تكون ب 100000 فرنك ولا ب 400000 فرنك. لكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل مصر أدرى بشعابها، والله العظيم الإخوان والأخوات لكن حشم نهضر في هذا الموضوع هذا بكل صراحة، لأن باش يوصل الفساد والنصب لبيوت الله فهاد شي خطير وخطير جدا. حنا ملي غادي نتكلموا في هذا الفيديو هذا طبيعة الحال ما غاديش نعمو، كاين ناس طيبين وكنعرفوهم لا في المدينة هذه ديالنا ولا في مدن أخرى وكنتلاقاو بهم بشكل يومي، ناس مزيانين وكيساعدوا لا هنايا ولا في المغرب باش نعطيو كل واحد الحق ديالو. ولكن للأسف واحد العدد كتير يسيء للسمعة الدين وديال المسلمين ولبيوت الرحمن. أنا حشمت نهضر في هذا الموضوع. هذا الموضوع هذا صعيب نهضروا فيه بكل صراحة، وخصك تكون عندك الجرأة والمسؤولية راها صعيبة. باش تكون في الموقف ديال المسؤولية راها ماشي سهلة، غادي تكون متبوع باللسان والهضرة سواء عملتي أو ما عملتيش، هذه كنعرفوها. ولكن حنا عارفين الناس متبوعين باللسان لأنهم مسؤولين، وديما اللي كيكون في الواجهة كيواجه الحريق والهضرة ديال الناس، كان راجل طيب أو سيء هذه كنعرفوها. ولكن الإخوان والأخوات بيان اللي بان مؤخرا حول واحد السيد من هولندا خصوصا، ما يمكنش نقولوا بأن هاد السيد كيتعداو عليه أو كنفتريو عليه. بكل صراحة وبكل مصداقية الإخوان والأخوات، هنا في الدار ديالي حنا موالين الدار كنا ملي كنجيو نجلسو في الليل شحال هادي كنفتحو وسائل التواصل الاجتماعي وكان كيعجبنا الحال نشوفو هاد السيد هذا كيعمل الخير مثلا في طنجة وفي قنيطرة وهادي، وما غنذكرش الأسماء ديالو ما نقولش السمية ديالو لأن عارفين عنده أولاد وعنده أب، حنا ما غنكونوش فحالو، حنا غنكونو نقيين، ولكن راكم عارفين على من كندوي. السيد عمل ريستورون حاليا بمدينة طنجة. للأمانة وانا قليل فين كنتبع شي يوتيوبرز وبقات فيا شمتة. هاد السيد هذا كنتجمعوا هيدا في الدار ديالنا مع بعضياتنا الأسرة كاملة بما في الزوجة والأولاد، كان كيعجبني ديك الأعمال اللي كيعمل.
حتى أننا والله العظيم الإخوان والأخوات وحنا دابا قربنا على الليلة ديال النصف ديال رمضان، وهادشي اللي كنقول لكم يبقى على الرقبة ديالي. كنا كنبكيو لأن كنشوفو كيعاون الناس في ظروف سيئة وظروف هشة والناس ما عندها والو، وكنا فرحانين والله العظيم الإخوان والأخوات. وقلت حرفيا الزوجة ديالي كنتمنى نكون في حالو، ما نقولش السمية ديالو، ونخرج للزنقة ونعمل في حالو، لأن العمل ديال الخير كيفتح لك البيبان ديال الجنة من الباب ديالها الواسع. قبل ما نتكلم على هذا الشخص هذا، بطبيعة الحال عرفوا بأنه في الواجهة وغادي ينتقدوه الناس، ولكن ردوا معايا البال على الإخوان والأخوات بعض الكلام. أنا ملي كنهضر في شي موضوع كنقول يمكن تعداو عليه، يمكن حسدوه، يمكن شي حاجة، ودرست هاد الجانب ديال هاد السيد هذا من غير عدة جوانب. هاد السيد هذا ملي كنت كنشوفو في مواقع التواصل الاجتماعي كيقول لهم عطيوني الذهب، والنساء كيجبدوا الذهب. اول حاجه قلت للاخوان والاخوات هو ان هاد السيد هادشي اللي كيعمل السيده باش تجبد الذهب ديالها في الجامع بدون الاذن ديال الزوج ديالها راه حرام، الا اذا ما كانتش مزوجه او الزوج ديالها ميت. علاش؟ لان هاد الفعل هذا يقدر يؤدي لسوء العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه، لانها قامت بعمل دون الاذن ديال الزوج ديالها. حتى ان ربي شني قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات. الراجل ديالها يقدر ينوى شي حاجه خايبه، خرجتي بالذهب عطيتيها لواحد باش غيعرفك تينا في الجامع. هذه كانت من الطباع الاولاني، وكنقولوا للناس واخا يمكن كنت غلطت قليل فين كنتبعو، ولكن بان في عدة فيديوهات عامل صناطة وكيعاود نفس الكلام ديال الشيوخ الكبار. اذا كينقل نسمعوه غير واحد شويه، لان العدد ديال الفيديو. العين تقدر تقتل اخويا، تقدر تقتل، والله تقدر تقتل. العين القاتلة، كاين العين قاتلة، العين القاتلة يعني أذاها وضررها إلى هذا القتل، الضرر ديالك يوصل للقتل. وكما جاء في الحديث أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، تورد الرجل القبر والجمل تولد القدر. الرجل القبر والجمل. كيعاود الهضره د واحد الشيخ كبير، وفعلا كيعمل الحركات بانه بحال كيخمم فعلا. واش كيكذبوا عليه؟ زيدوا شي وحده اخرى بزاف. انا باش حلت بواحد بغيت باش نهضر على هذا السيد هذا. يعني جمع راحات يوضع جمع فوق الآخر، يعني حاجه فوق حاجه من فوق بعصا يطحن يطحن فيه الحرب. يعني قال له عمر قال عمر انه قد بلغني انك تقول لو اشاء لصنعت راحات تدور بالريح. انا سمعت انك تقدر دير واحد الريحه تدور بالريح بالهواء. فقال ذلك المجوس. اسمع نفس الكلام ببغاء. اذا هذا احتيال فكري على الناس. كتقول انت عالم ولا؟ كل ميدان عنده الناس ديالو. انا اقرا لكم هذه وسجلتها انا شخصيا، ما حفظهاش بكل صراحه، علاش غنكذب عليكم. ولكن هذا السيد كان انتربريتي، كيعاود الكلام، هو داير السماعات على اساس انه حافظ، هو ما حافظش. اذا هذا السيد خدع الناس وكذب على الناس، واللي كذب على الناس وخدع على الناس كيفقد المصداقيه، وغادي نثيقوا بالكلام ديال الناس عليه. مؤخرا شراء او كراء او هادي، هو كيقول شي واحد صاحبو عمل له ولادي ريستورون بمدينه طنجه ب600 ديال المليون، كيبيع الحريره بواحد الثمن باهظ، هذاك شغله. هو كيقول واحد صاحبه، ولكن لا، مادام الناس حصلوا عليك هاد الكذوب هذا غادي يكذبوك في جميع الحوايج، وانا معاهم. فقدتي المصداقيه. الدين امانه، وانت ما وفيتيش الامانه. وكنأكد على هاد الهضره، ما كنهضرش على الشيوخ كاملين او الداعيات كاملين، كاين ناس مزيانين وكنعرفهم،
كاين ناس مسؤولين على المساجد وناس طيبين وكنعرفوهم وكيعملوا الديور في المغرب في هذه المدينه هذه ديالي وهذا الاخره، وكنعرفوهم وكنتلقاهم بشكل يومي. كيمشيو يبنيو الديور، كيشريو الاراضي، او هو كيشري الارض ويعمل الديور للناس. كاين ناس طيبين مغاربه الكرم، كان مسؤول على الجامع او مواطن مغربي، ولكن للاسف كاين هاد الناس هادو كيشوهوا السمعه ديال الدعاة. شنو هو التقوى في الشريعه؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: التقوى كنقراها انا، كنقراها ماشي كنقل، كنقراها. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. القناعة بالقليل. وريني شي إمام أو شي داعية أو هاديه كيرضى بالقليل. عن ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، كي ترجمة: أن يطاع فلا يعصي، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعن ابن عباس رضي الله عنه: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وشنو هو الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. إذا كان ربي قدر عليك تكون درويش فغادي تكون درويش. مشات واحد الثلة ديال العلماء عند البصري كانوا كيقريو، كانوا عاد تخرجوا مشاو عند الإمام البصري وسقساوه واش ديك التلاميذ اللي كيقريو يتشبروا منهم الفلوس أو هادي. شوف شنو قال لهم الإمام البصري: والله لو زهدتم فيما عندهم، زعما الفلوس، إذا زهدتوا في الفلوس اللي عندهم لرغبوا فيما عندكم، أي النقود الفلوس. إذا ما مشيتوا شفتوا شي في الفلوس ديالهم غيبغيو العلم ديالكم، ولكنكم زهدتم فيما عندهم، فيما عندكم زهدتوا في الدين ديالكم، زهدتوا في الفلوس زهدتوا في الدين فرغبوا في الفلوس، ما بقاوش تابعين الدين. وهادشي اللي كنشوفوه دابا حاليا، الناس ما بقاتش كتتبع عدة أئمة وهادشي، رغم أن النسبة ديال الشباب كبيرة في المساجد، ولكن القناعات ما بقاتش. لأن كيشوف يا أخو راكب في كاتكات وهو مضرور، كيفاش غادي تتكلم لواحد الشاب في المسجد مثلا على الزهد والتقوى والإيمان، هو كيشوفك انت هو الظروف ديالو سيئة، والله قال وصى على 7 جار، والجار ديالك ما خصوش يموت بالجوع، كيفاش غادي يقتنع؟ هادشي راه كارثة، وحنا على النصف من رمضان. هاد السيد هذا مواقع التواصل الاجتماعي كتهضر غير عليه، كيقولوا ممنوع يدخل من هولندا، وعاد بحال اللي قال السيد الشيخ بأن كيديو كوميسيون 20-25% من ديك الفلوس اللي كيجمعوا. هادشي راه كارثي، هادشي يسيء للإسلام وللتضامن وللسوليداريتي والتعاون فيما بيننا، حتى أن العدد كبير ديال الناس ما بقاتش كتبغي تعاون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشي غير هو، كاين عدد كبير. أنا كنعرف واحد الإمام كاين هنايا في إسبانيا، ما دوزش شي تاع عام شرا واحد الدار قد ما مايلة، كنقولوا حنا طنجاوة في أحسن موطع في طنجة، كنعرفو وكنقول لكم هاد الهضرة هادي، وعمرو ما خدم غير في مسجد. هادشي خطير. المسؤولية أمانة، خصكم تأديو الأمانة وتوفيو بها. الحالة ديال هاد السيد هذا راه كارثية بكل صراحة بكل المقاييس. وهاد السيد هذا أنا متأكد بأنه ذكي وذكي جدا. علاش؟
لان ما كانش عنده جمعيه. اللي حس بالصهد عاد عمل جمعيه. وهذا السيد هذا ذكي جدا، ملي غادي تمشي تقلب ولادي ما غتجبرش عنده الفلوس. فلوس عنده اسبيس في شي بلاصه 100%. هذا السيد هذا لانه ذكي، غير حس بالصاد تبدل من داعيه او امام بهولندا الى طباخ وصاحب ريستورون او مطعم بمدينه طنجة. لا حول ولا قوه الا بالله العلي. حنا ما كندخلوش في الخصوصيات ديال الناس، الله يعاون كل واحد، ولكن هاد الناس هادو ما ظلموكش. دخل عطيهم شي بيلون ديال الفلوس ديالك ملي جبتيهم مثلا، رغم انك يقولوا بان عمرك ما خدمتي. شنو هاد المصيبه هادي؟ علاش هربتي من هولندا؟ علاش ما بقيتيش في المسجد امام؟ كان واحد الاعتراف واحد السيد اخر كنا كنعطيوه كوميسيون، كيقول اعترف بها. عندي واحد العدد كبير ديال الفيديوهات ديالو هنايا، 3 سوايع وما نسالوش بالهضره عليه. هادشي خطير وخطير جدا الاخوان والاخوات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا كان امن بجوج حوايج الاخوان والاخوات: الصدقه بدون زكاه ماشي هي هذيك، وملي تبغيو تعملوا شي خير عملوه لراسكم، ما تدوش فلوس للناس. على الصدقه بدون زكاه، الصدقه مزيانه، ولكن الزكاه هو دين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي كيبغي يجي يصلي على شي واحد كيقول له واش عليه شي دين، اذا كان عليه الدين ما كيصليش عليه. والزكاة دين على الغني ديال الفقراء، يعني هذوك فلوسهم. هذه هي الفكرة ديالي أنا وكنقتنع بها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أنا كنآمن صدق ولكن زكي، لأن هذاك حق ديال الدرويش. وملي تبغي تعمل شي خير عملو نتا راسك. في صلاة الجمعة ملي كتمشي على رجلك عندك فيها الأجر كثر ملي إذا بعدتي واحد الجامع. هادشي اللي تربينا عليه. واحد الجامع بعيدة إذا مشيتي لها باش تصلي عندك فيها الأجر حسن من إذا مشيتي لواحد الجامع قريبة. هادشي كارثي الإخوان والأخوات. وكنشوفوهم في دول عربية أخرى أئمة وفقهاء بواحد اللباس وبسيارات فاهرة، كيفاش غيتبعك الدرويش؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. وكنأكد على هاد الهضرة، كاين بزاف ديال الناس مزيانين قلالين ماشي بزاف وكنعرف شخصيا في هاد المدينة هادي وفي عدة مدن. ومؤخرا امبارح عملتكم فيديو لواحد الصديق ديالي مدينة القنيطرة، ناس طيبين كيعجبهم يعملوا الخير ولو غير شفوي. وكاين ناس هنا كنعرفهم هنا في مدينة غوادالخارا كيشريو الارض وكيبنيو الديور الدراوش في المغرب، هما مسؤولين على مساجد. وانا من الناس ما نقدرش نقول شي واحد دا او هادي اذا ما شفتوش، لانك خاف الله غادي تمشي نطيح البطل على شي واحد. لا، انا بولا وليدات وما نطيحش البطل على شي واحد. باش كنهضر في هذا الموضوع حتى كتكون ما يمكنش هاد السيد هذا، هاد الناس هادو كاملين طيحوا عليه البطل من المستحيل. وانت عندك الصناطه وانت امام قدوه للدين وللشباب وللمسلمين، اذا حصلوا عليك كذبه، وراه كانوا بزاف ديال الكذابي او الكذوب كتفقد المصداقيه. حنا ما غنعملوش بحالو ما نذكروش السميه ديالو لان 100% عنده الاولاد ديالو وما نجرحوهمش، وعنده الاب ديالو والاسره ديالو، لان حنا ربونا الوالدين ديالنا على التربيه الحسنه. وكنوصيكم عمركم ما تديو شي واحد ديالو. انا شخصيا عمري ما ديت شي واحد ديالو الاخوان والاخوات. كومبارتيو هاد الخبر هذا اللي خاف الله نجا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.